وللاسف دي مغالطه منطقيه. الناس بتعمل ايه؟ ان هي بتشوف اقرب حاجه ان هي احسن حاجه، ولكن للاسف الكلام ده غير صحيح. فتعالوا النهارده ان احنا نشوف ايه اعلى قيمه مقابل سعر تجيب لي عائد في المستقبل. فانا بشوف ان انا دلوقتي عندي فكره ان انا دلوقتي لو هشتري مكتب اداري مثلا وليكن هدفع له 10% مقدم. في الاغلب الناس بتقارن ما بين ان انا احط الفلوس دي في المكتب اللي هدفع له 10% مقدم، ولا احط فلوسي دي في شهاده بنكيه، ولا احط فلوسي دي في ذهب مثلا. طيب اول حاجه احنا لو حطينا مقارنه، اول حاجه الذهب هو حاجه بتحافظ على القيمه مش استثمار. لازم نعرف ان هو ايه؟ حفاظ على القيمه، على قيمه المال نفسه طبعا، ولكن ما يجيبليش عائد جاري، يعني ما يجيبليش عائد على استثمار. ده النهارده اشتريته وممكن بعد سنتين ابيعه بمكسب من الجنيه وهو محافظ على قيمته. طيب لو احنا بصينا على الشهاده البنكيه، الشهاده البنكيه عكس الذهب بالظبط، تجيب لي عائد جاري، ما تجيبليش على عائد اصلي، تجيب لي فوائد بعيدا عن الفوائد دي الشرع ممكن يكون بيقول عليها ان هي ربويه او حرام او يمحق الله الربا، ولكن احنا بنتكلم من جانب البيزنس ان احنا العائد الجاري ده تمام هو عائد جاري بس. ولكن في مشكله ان هو في الاغلب في احسن الاحوال الشهادات البنكيه بتعمل ايه؟ بتعمل لي ان هي بتحافظ على قيمه الفلوس من التضخم، وليكن التضخم عندي 35%، فالشهاده البنكيه بتجيب لي 20%، فبتقلل تقليل قيمه الفلوس. فانا المليون جنيه اللي حاططهم في شهاده بنكيه بدل ما هو ينخفضوا 35% في بعد سنه، لا خفضت الانخفاض ده فبقى منخفض مثلا 15% بدل ما ينخفض 35%.